السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير واحلى صحة وعافية عليكم اجمعين. جايلكم النهارده بفيديو جديد ومفاجأة جديدة. المفاجأة مش ليكم لوحدكم، المفاجأة كمان لماما طبعا النهارده يرضيكوا يا جماعة، ياخدوها في مبادرة 100 مليون صحة في يوم اجازتها، يوم الجمعة يا جماعة. يرضيكوا في يوم اجازتها ياخدوها طبعا يا جماعة. واخدينها النهارده بس قلنا هنسيبها لوحدها؟ لا. هتيجي الساعة 10 بالليل لوحدها؟ لا. احنا لابسين وعاملين نفسنا متهشتكين ورايحين انا وعبد الله نازلين، بس في الاخر هنفاجئها ونروح معاها ونروح فوق راسها ومش هنسيبها تروح في اي حته لوحدها. بس شكل الطلعه دي هتكلفها بصراحه. مش مهم، المهم انا كل اللي معايا نقول لها اكلينا وشربينا واجي. بس معاك 200 جنيه تعمل لنا فيديو هنروح ونيجي بيه. خلاص يا جماعه، راجل البيت هيودينا وهيجيبنا، وست البيت تاكلنا وتشربنا. يا ست الكل يا ست الكل. اوعى انت ايه الشياكه والحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انا وعبد الله النهارده يا ماما نازلين نتفسح. والله ايه رايك بقى؟ بس احنا محتاجين منك الميزانيه. معلش انا معيش فلوس. لازم الميزانيه. عبد الله معاه مواصلاتنا بس. لا ما انتوا تطلعوا. ما انت طالعه وراح المبادره وراح تتفسحي. لا انا مش هتفسح يا اختي، رايحه اشتغل. لو في حد طالع مبادره بيتفسح؟ احنا بالنسبه لنا دي فسحه. لا ما فيش فسحه والله، ما حصلش. خلاص ما احنا عايزين فلوس انا وعبد الله نطلع نتفسح. نتفسح. اشتغل. ما انتوا هتقعدوا على النيل. قاعد والا اعرفك ان انا هقعد على النيل؟ انت شايف رساله تليفون ولا ايه؟ اصلا تليفونك مفتوح لنا على الملأ هنا، اكتر تليفون مفتوح في البيت على الملأ. ساعات بيقعدونا مثلا قاعه او حاجه. انت مش هتلخى؟ يبقى النيل كله قدامكم يا جماعه. ازيكم مفيش حد زيكم. لا انتوا رايحين فين؟ انتوا مش قايلين دلوقتي احنا عندنا مشوار انا وعبد الله هتوصلوا اوردر؟ لا انا قررت ان انا هتفسح. قررنا ان احنا نتفسح. خلاص ماشي هتفسح. انا قلت للناس ان احنا مش موجودين في البيت اصلا النهارده، مش فاضيين. اللي بتوع الاوردر واللي هيستلموا برضو توصيل قلنا لهم مفيش توصيل. طب انا اتاخرت، انت موقفاني الوقت اللي هي ميعاد شغل. خلاص تعالي تعالي. ما تجوش هقول للناس ايه؟ هتقولوا لهم اولادي معاكم ادفعوا بقى لنفسكم. انا كده هدخل حساب الشغل. ندخل على حساب. ايوه اولادي كرة عيني ما دول يدخلونا وبس. انت تاكلوا ويشربوكوا وادخلوا منه. لا ده ما ياكلناش. انا مالي. باي ده مواصلات. تعالى احنا جايين معاك. مش جاي. تعالى ادخل هات لي تليفون. مع السلامه. عدي كام اجيب التليفون. بسرعه. عملنا اللي في دماغنا وجينا. احنا هنيجي وهنشتغل معاك، ما تقلقيش هنساعدك. بس مش هنسيبك لوحدك. انا هسيب لكم الشغلانه بقى واقعد استنيك. احنا هنيجي بس النهارده، اما بكره بتاع الحر وبتاع المكان الحكومي اللي انت هتروحيه ده والحر ما هو انا لازم تشيلي من الحلو وتشيلي من الوحش. لا مش جايين. احنا النهارده بس يا جماعه بس شويه طول الحر اللي نص. شباب ارض المستقبل، شباب المستقبل. محدش يطلب اي حاجه. انا النهارده بخيل. محدش يطلب اي حاجه بما انكم فاجئتوني. خلاص بقى وصلنا. تعالي بقى كده قاعدين على الخلاص بقى. وطبعا بقى يا حبايب قلبي وصلنا كده وحطينا طبعا معدتنا ودنيتنا، وما صورناش طبعا اي تفاصيل تانية في اليوم لان كان يوم عمل وكان يوم طبعا بيستقبلوا فيه طبعا حالات. بس اهم حاجه طلبنا الاكل وعملنا اللي في دماغنا وجبنا الاكل وشربنا عصاير وكل حاجه، واليوم كان خفيف لطيف. كان يا دوبك العمل بس على ماما واحنا كنا قاعدين. طبعا يا اخواتي احنا النهارده تاني يوم بعد يومنا بتاع امبارح. طبعا روحنا طبعا متاخر، ما كناش قادرين نعمل اي حاجه. البيت كان نظيف. انا مش عارفه انا صحيت من النوم البيت عامل كده ليه. طبعا ماما فين يا بنتي يا بنتي يا نور؟ ماما فين؟ ماما طبعا يا جماعه في الشغل بقى بتاعها بقى دلوقتي بقى في عز الحر وفي عز النار. احنا ما رحناش معاها. احنا قلنا احنا هنتبرع وهنبقى كده اساسا الشقه علينا. هنضف طبعا الشقه. بصوا الشقه عايزه اقول لكم في فوضى عارمه. ما بتتنضفش كل يوم الشقه دي ولا ايه يا ولاد؟ والله بتتنضف كل يوم. بس انا مش فاهمه احنا كل ما اصحى كل يوم الشقه تبقى عامله كده ليه؟ بتعمل بقى انا ما اعرفش. انتوا بقى شايفين المطبخ بنسبه كبيره نظيف. تعالوا نشوف دي بقى الحاجه اللي تشرح القلب وتشرح النفس. حاجه يعني بسطة قلب ان المطبخ مش في فوضى عارمه جدا. محتاج حاجه قوي ان احنا دلوقتي هنعمل طبعا فطارنا ونعمل اكلنا. هيبقى بقى في فوضى عارم. بس احسن ما كان يبقى في فوضى وبعدين نعمل حاجه للفطار. اول حاجه نبدا يا جماعه بالفطار احسن ما نقع من طولنا واحنا بننضف. حته طبعا حر زي ما انتم عارفين. صوتي اساسا لسه باين على ان انا لسه صاحيه من النوم. هنا معانا يا جماعه البطاطس. طلع طبعا البطاطس عشان نحمر لنا بطاطسين سخنين كده. واحنا هنعمل كده اكلنا وحاجتنا عشان برضو ورانا مشوار هنروحه طبعا النهارده. هنا يا جماعه انا هطلع اللبن الرايب ده عشان ده اساسا شرط بيه ان انا اشرب بيه الدواء بتاعي. تعرف يا عبد الله انا لو ما لقيتش عيش
عيش اعمل منك عيش باللحمه المفرومه. عيش؟ لا في عيش. اتاكد. عيش تحت اهو. دول مم. لو امك موجوده بقى كان دي العيش ده يقضي مين ولا مين؟ ده لو جت وفكرت تاكل حاجه نواشف مش هتلاقي عيش تاكل بيه. ليه؟ يلا عشان بقى استاذ عبد الله ما جابلناش عيش. طبعا اول حاجه يا جماعه ابدا ان انا اعملها، ابدا ان انا اخد الدواء بتاعي. فكده ده اول دواء. انا بحب ابدا بده الاول وده التاني، لان ده طعمه بيبقى مش حلو قوي، بيبقى طعمه وحش. اما التاني هو اللي بيبقى طعمه معقول شويه ولطيف. ده اللي انا عارفاه هيسقط تنزل في الكوبايه. فكر ان حاجه تتاكل ولا ايه؟ خد. دخل بمناخيره الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا حبايب قلبي انا هعمل البطاطس الاول والبيض هعمله بعد ما البطاطس تتحمر، علشان طبعا ما يسقعش. هو ما بياخدش حاجه اصلا. البطاطس تتحمر كده مع السويته، هي برده مش هتتاخر. نيجي بقى هنا، انت طلعت الجبنه وهنا طبعا يا جماعه انا باكل الجبنه الصفراء وعبد الله بياكل هو وماما الجبنه اللي هي البيضه الثانيه دي. فحطيت له هنا الجبنه الصفراء على قده وانا الجبنه قصدي البيضه على قده. انت لخبطت الدنيا خالص. حطيت لي الجبنه البيضاء على قدي والجبنه الصفراء على قدي. اشمعنى انت تاكل بالجبنه الصفراء؟ لان ديت انتوا مخلصينها وطلعت منها حته صغيره بس. اما دي لما تخلص انتوا هتاكلوا ديت غصب عنكم من غير ما تتكلموا، عشان ما مش هتجيب جبنه طول ما في جبنه كده في البيت. طبعا يا جماعه احسن حاجه ان احنا طول ما احنا مثلا واقفين اي مواعين تبقى موجوده نقف ونغسلها، ما نتلهيش علينا والمطبخ يكون ورانا نضيف. انا هنا بغسل بتاع ده اساسا ما كانش فيها صابون، نغسلها ونحط فيها صابون دلوقتي. يلا البطاطس بتاعتنا جاهزه اهي. يا جماعه تعتبر اتحمرت. عبد الله لو فكر في مره هو يحمر لنا البطاطس دي، عايزه اقول لكم طلعها لنا مسلوقه. اول ما هي تبقى بيطلعها لنا بيضه بتبقى مسلوقه. مش هنكدب على بعض، بطلعها صفرة شويه يعني برضه، بس هتبقى عامله زي المسلوقه بالظبط. البطاطس دي محتاجه ان هي تاخد لون، بس هي بصراحه اول ما تاخد لون كده محتاجه تطلع على طول، لان ساعه كده بتحس ان هي خلاص هتتحرق. طبعا يا جماعه بصوا، في ثانيه كانت تعتبر خدت اللون بتاعها ومحتاجه تطلع على طول. طبعا يا حبايب قلبي عملنا طبعا فطارنا الخفيف اللذيذ. معانا هنا البطاطس، معانا هنا النوعين جبنه، ومعانا هنا الزيتون، ومعانا هنا البيض. ان شاء الله طبعا يا جماعه يكون الفيديو عجبكم. مش عارفه بصراحه ينتهي هنا ولا ينتهي فين، بس احنا قلنا نعمل كده فطارنا كده معاكم. ان شاء الله ايامكم بالهنا وبالسعد وبالسرور. وطبعا الشقه برده انا كنت بنضف فيها برده قصاد الفطار، بس لسه مخلصتهاش. اول ما اخلصها طبعا هوريكم ترويق كده الشقه كده على السريع، لان انا جالي مكالمه يا ولاد، عشان طبعا عندي شغل بره، عندي مصلحه بره طبعا هتعرفوها اكيد يعني. بس انا طبعا ما اقدرش اقول حاجه طبعا دلوقتي. يعني الواحد يعني اللي هو الواحد طبعا يا جماعه اللي هو في السريع لسه هياخد بقى دش ولسه هيلبس ولسه طبعا نفطر ونخلص كده دنيتنا، علشان نكون دنيتنا كده جاهزه. فان شاء الله انا متمنى منكم طبعا لايك واشتراك حلو للقناه، وانت حلوه من ايديكم الحلوين، وترجع ليكم يا احلى متابعين، ترجع لينا احنا يا احلى متابعين. انتوا اللي بتشجعونا وانتوا اللي بتحلوا ايامنا. ربنا يكتب لكم ايامكم كلها هنا وسرور وضحك وفرح يا جماعه. باذن الله استنوا الجديد، لسه خلاص يا دوبك ايام ان شاء الله. انتظروا الجديد. طبعا بقى يا اخواتي الحاجه الوالده طبعا جت طبعا من الشغل بتاعها، وانا لبست كده علشان رايحه النهارده، رايحه مع خالتي عشان طبعا لها فيديو النهارده وكده، وانا هكون موجوده فيه ان انا اصوره لها. الوالده هنا هتبقى موجوده ان شاء الله بقى. هتقعد هتعملي بقى معاهم لايف النهارده بقى ولا ماما؟ والله حسب الظروف، انا لسه جايه. هي لسه جايه هفتان. واستاذ عبد الله في هنا اوردرات مطلوبه طبعا ان هي تتوصل النهارده، فهو طبعا هياخدها ويروح طبعا يوصل اوردراته، وهما هتقعد هنا بقى في البيت بقى لها بقى لايف تعمله معاكم. انا جايه هلكانه شغاله، بس هتعملي لايف مع متابعينا، احنا مش نازلين حاجه، والفيديو دوت مش عارفه منتجه دلوقتي اكيد. فاعملي لايف مع المتابعين، وانا لما اجي باذن الله. امك عامله زي بنتك كده، عامله زي بنتك. الولاد جايه يا جماعه في عز الحر من الصبح. الشغل بتاع النهارده طبعا ما كانش زي امبارح. الشغل النهارده كان في الجو الحر ومن غير مروحه ومن غير هوا ومن غير طراوه واي حاجه. ما كانش في مروحه خالص، اللي كان بط امبارح كده كان وز النهارده شغاله 29 حاله تحاليل وكله وقياس الضغط، والجو حر مفيش مروحه مفيش حاجه، حتى حاسه ان انا مرهقه. معلش يا ماما، ربنا يعينك هنا يا رب. يعني ده
لك رمضان حزنتك مش عارفه لا والله الحمد أقول لك لله إيه. الحمد لله مش عارفه والله ده أقول لك الحمد لله الحمد لله ده الحمد لله اللي في رزق، الحمد لله اللي في شغل اللي انا اصرف عليكم منه، الحمد لله اللي في حاجه ان انا استناها طلعت كده. مصلحه وانا كمان. ربنا يعينك يا بنتي، ربنا يعينك يا رب ويرزقك ويبارك فيكي ويعطيك حتى يرضيك ويبعد عنك ولاد الحرام ويوقف لك ولاد الحلال وييسر لك امرك ويسترك ويستر عرضك انت واللي زيك، انت واخوك وكل اللي زيكم يا رب. ربنا يكرمكم ويرضيكم ويرضي كل حبايبنا ايه رايكم ومتابعينا في يا الساعه رب. الجديده؟ قولوا ايه رايكم في الساعه الجديده؟ جميله وحش. انا اللي ايدي صغيره. وحشه. تعيشي وتفحلي لها شويه، وريني كده. تعيشي وتدوبي. وحش. ده انت الدكتور بتاعك مش عجبان. مش بقول لك انا بحكي عليك. انا بحكد عليكي انت كده 100 حلوة 100. كده قلت 100 له يا دكتور انا اقل من 40 كيلو، قام قال لي لا انت كده 100 100. اول فكرت اتخنق. طبعا يا جماعه تجميل بقى. نظفت طبعا معاكم الشقه وعملنا طبعا فطارنا وغدوتنا. طبعا مفيش غدوتنا، انا على قد الفطار، وطبعا اخد بعض طبعا وامشي. عليك الغدا انت بقى. انا غدا ايه؟ انا هجيلكم. تجيبها وانت جاي. مشيت ورايا امبارح علشان تتغدوا بره وكلتوا من الكفته عبد الله يعمل لي غدا. وعصاير وميه. عبد الله يعمل لي غدا وانت اعملي غدا. عبد الله انا هيكل عيش على البناء الضوئي النهارده. البناء الضوئي اللي هي نبته كده بقى يا حبايبي. ننهي طبعا معاكم طبعا الفيديو، بتمنى لكم الخير والسعاده واليمن والبركات عليكم يا حبايب قلبي، والبهجه والسرور ليكم، والفرحه دايما تكون معاكم، والفيديوهات الحلوه دايما تكون معاكم. الفيديو بتاع النهارده بسيط خفيف كده، ما فيهوش اي حاجه كتير، يعني ايه اللي هو على قد ما احنا طبعا قدرنا احنا صورنا امبارح طبعا واحنا في طلعتنا مع ماما في الشغل. النهارده شاركناكم اللي احنا عملناه في البيت، سواء بقى تنظيف البيت، سواء طبعا طبخه بقى ايه الفطار، اكله الفطار. ودلوقتي طبعا انا مضطره ان انا طبعا انزل عشان ليا طبعا مصلحه وشغل بره، ان انا اطلع طبعا اصور طبعا مع خالتي. وبعدين بقى عما اجي هيكون يا دوبك اللي انا ايه امنتج الفيديو ده، وامنتج طبعا الفيديو اكيد بتاع خالتي. وبعدين بقى باذن الله بقى نبدا بقى بكره بقى اللي هو الصبح باذن الله يبقى في ايه فيديو حلو كده يتعمل باذن الله. بكره الصبح اساسا احنا المفروض بكره عندي ميعاد كشف، بس انا نبطشيه، انا لو لقيت حد ياخد نبطشيتي هنروح وناخدهم طبعا معانا. وباذن الله انتظروا الفتره الجايه ان شاء الله حاجات حلوه وحاجات جميله. كذا مره قلت لكم انتظروا الفتره الجايه ومش عارفه بيقوم حاصل نكسه كده يا ولاد، بس باذن الله ادعوا لنا. ادعوا لنا ان الايام الجايه تكون معديه بخير، والايام الجايه تكون معديه كويسه. طبعا بقى يا جماعه احنا الفيديو كان بدا بقى في رحلتنا، ما عرفوش يصوروا في النادي لان النادي بيبقى يعني اسري كده، هي حبوش اللي هم يعني نتطفل عنها، يقتحموا خصوصيات الناس جايه تقعد كده شويه مع نفسها، فما قدروش اللي هم يمشوا يصوروا كده. فكان يوم جميل بصراحه، وكان يوم يستاهل اللي انتوا تكونوا موجودين معانا فيه، واكلنا وشربنا عصير كل حاجه وخلصنا شغلنا، ورحت وديت حاجتي مكان المقر اللي بسلم فيه الحاجه، وجينا بعد كده عدنا. يعني كان اليوم حلو، ايه رايكم؟ كان اليوم حلو، كان فل كان لطيف طبعا عشان كنا مع ماما وكنا طبعا مشاركينها طبعا اليوم، فاليوم كان لطيف بيك يا ماما. على فكره احنا انت اول ما بتمشي من البيت انت بتفضلي وحشنا لحد ما انت ترجعي تاني. فالمهم ربنا يبارك لي فيك. وبعدين هم كملوا الفيديو من غيري لان طبعا تاني يوم كان عندي برضه نفس الشغل بس كان في مكان تاني وكده. ده حال الموظفين يا جماعه، ربنا يعينكم ويعيننا ويعين كل واحد فينا، ربنا يرزقكم برزق عيالكم ويكرمكم ويرضيكم ويرضى عنكم، ربنا يجازيكم كل خير، ويا رب كده ربنا يبارك لكم ويشفي لكم مرضاكم زي ما انتوا قعدتوا تدعوا النور. ان شاء الله رحله الكشف بتاعتها ما انتهتش لحد كده، هنطمنكم ان كان كده هنطمنكم، ان كان كده هنطمنكم، واحنا راضيين بقضاء ربنا في كل الحالات. لكل طبعا الكومنتات، كل الناس طبعا ادعوا لي بالشفاء، وكل طبعا الناس طبعا اللي دعموني في الكومنتات. انا بحبكم جدا جدا جدا، اهل واسره وعيله واخوات مش متابعين ابدا. انتوا حاجه كبيره جدا 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 في حياتنا. مع السلامه يا اغلى متابعين.